بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طب إيه طيب والله في ناس بتزعل لما أنا بضحك بعد يعني طب أعمل إيه؟ والله العظيم بجد أنت لو مكانها صاحبي مش هتضحك؟ يعني بالله عليك أنت لو مكاني مش هتضحك؟ يعني لما تبص مثلا تشوف الصورة دي كده وتلاقي واحد فاهم واحد الاتنين يعني زنقوا الزمالك في النص، واحد اداله واحده قام التاني ناطط على طول. يعني زيزو بدأها بلكمه خفيفه، قام شيكا مديها القاضيه، بصراحه قاضيه بنت لذين. لا وكمان بقى ايه بعيد عن القاضيه بتاعت شيكا، الاحساس بتاع زيزو يعني تحس ايه ده زيزو نفس الرياكشن بتاع الكره بتاعت العارضه بتاعت القاضيه، وباتشيكو ومن اين اتيت لنا بهذا الشيكابالا وحاجات حلوه كده بتفكرنا بحاجات حلوه. والله العظيم بجد. بس قبل اي حاجه يا جماعه، لا قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم عن اي حاجه بصراحه كل الدعم، كل الدعم يا بروفيسير. والله العظيم بجد الراجل ده بروفيسير يا جماعه، ما ينفعش اوعوا حد من جماهير الزمالك يجي على الراجل ده. لا بعد ماتش الاهلي براحتكم، اصبروا بس عليه لغايه ماتش الاهلي ان شاء الله. وبعد ما نلعب ماتش الاهلي ان شاء الله خلاص بقى يعني براحتكم اللي انتوا عايزوه. بس قبل ماتش الاهلي كل الدعم، كل الدعم للبروف. البروف ده في حته ثانيه، البروف ده برنس يا جماعه. هو حد ما تصدقوش اي كلام يتقال عليه، اي حد يقول لك يمشي وما يمشيش ومش عارف ايه وهو اللي بيخرف وهو اللي بيعمل التشكيل والتكتيك، ما تتدخلش في شغله يا باشا بعد اذنك. الراجل ده محترف وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. فكل الدعم طبعا للبروف. المهم في الجو الساعه ده كده في ناس بتقول لك ايه بقى؟ في رحلات، انا عامل رحله يا جماعه برضو اللي حابب يعني يشترك معايا في الرحله ان شاء الله هنعملها للاهرامات. ما هو بيبقى جو حلو هناك يعني فاهم. بتستعملني يا هرم، بتستعملني يعني الماتش في حد يلعب حد يكون جايب جون في اول 5 دقايق، ده انتوا بتنزلوا معاكم الجون. انتوا دايما بتلعبوا بيراميدز ده والله العظيم نازلين معاكم 1-0 خلاص هي خلصانه يا برنس. احنا هنبتدي 1-0 وبعد كده نكمل بقى الماتش عادي ونفضل بقى نعمل اللي احنا عايزينه طول المباراه. لا ومش كده وبس، ده نزل لهم عرض كمان كومبو. نزل لك عرض كومبو هدف وطرد العلي جبر. عايز ايه تاني؟ والله العظيم بجد عايز ايه تاني؟ يعني نفسي بجد حد يرد عليا، يعني كانوا محتاجين ايه تاني عشان خاطر ان هم يكسبوا النهارده؟ يعني اول 5 دقايق جون وطرد، المفروض ان هو مش طرد اصلا، والكره كانت واضحه للجزيري ده اللي بينزل يلطش في اي دفاع ويفضل يضرب بضهره وبايده ويزق ويعمل كل اللي هو عايزه وما بياخدش اي حاجه خالص، ما اتحسبش عليه فاولات. يعني الكره كانت واضحه ان هو اللي كان دخل على اللاعب كان تقريبا احمد سامي، وقام شايله من على الارض شيل وبعد كده كمل، ويا دوبك علي جبر بس بيقول له بعد اذنك يا كابتن ما تعديش، لسه بيقول له بعد اذنك بعد اذنك، الولد قام بص هوبا الله على طول غطس، قام ضارب غطس ابن لذينه. ليه؟ ليه محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ايه تاني؟ احتواء واحتووكم، حظ وجون من اول 5 دقايق وكمان الجون بقى ايه، خلي بالكم يا جماعه عشان بس في تفصيلات كده صغيره بتفرق يعني معلش. الجون ده جه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه ال5 ومن كورنر، نفس الكورنر بتاع عمرو السوليه في ماتش القضيه بتاع باتشيكو برضه، وباتشيكو كان موجود. تحس ان النهارده كان يوم حلو والله العظيم بجد. طب بالله عليك انت مش النهارده يوم حلو؟ اه والله يعني هم كان عيد ميلادي امبارح بس انا اعتبرته النهارده خلاص. هو يوم 16 هو كان 15، لا الاول 16 يا جماعه بعد اذنكم. انا هعدل بس البتاع تاني واقول لكم سنه وانتم طيب تاني النهارده. بتستعملي يا هرم، بتستعملي يعني والله العظيم بجد. قولوا لي نعمل ايه تاني؟ نعمل إيه؟ وبعدين ما انا هقول لك على حاجه برضه يا صاحبي عشان بس ايه، بدل ما تخش تشتمني انا والله العظيم روح اشتم بقى اللعيبه اللي كانت رايحه، لا مؤاخذه في الكلمه يعني انا اسف والله، انا اسف في اللفظ، اللي كانت رايحه تنعم دي. لعيبه عندها ماتش مهم في الكاس وقبل نهائي ولسه في بعدها الاهلي ومتعادل مع الاتحاد ومتعادل مع الداخليه ومغلوب من اسوان والدنيا بايظه معاك يا صاحبي. انا حاسس بيك، الدنيا بايظه معاك خالص، ودول يروحوا يعملوا ينعموا ويحددوا حاجات والله ما ينفعش الواحد يقولها. ينفع بالله عليك؟ روح اغلط فيهم هم بقى يا كابتن، يا كابتن روح اغلط فيهم هم يا كابتن، سيبني انا بعيد عني. مالكش دعوه بيا. يعني والله العظيم هم يروحوا ينعموا وانت تيجي تقول مش عارف ايه. فبصراحه يعني الوضع كده يعني جميل، الوضع لذيذ. انا حاسس ان انا عامل وضع الطيران. عارف انت لما تكون طاير، الواحد دلوقتي طاير. والله العظيم طاير. واحساس بقى ايه، كان في وسط كده والله العظيم قريته والماتش شغال، قريته بيقول لك ايه، شيكابالا النهارده بيتم 20 سنه، يعني نفس اليوم اللي هو بتاع النهارده كان بدأوا من 20 سنه. وبيقول لك قصه شيكابالا الوفي اللي وفى لقميص نادي الزمالك، وفى له منين؟ والله العظيم مفهوم الوفاء عندكم ايه؟ ده لاعب وهو صغير مضى للاهلي، كبر شويه هرب بقى وراح الساحل وراح مش عارف ايه وكان بيقفل تليفونه وراح احترف بره غصب عن النادي،
وكان بياخد اعلى مرتب في مصر كلها، وهرب وعمل كل اللي هو عايزه، تمام. كبر شويتين قام راح الاسماعيلي وقال لك بس خلاص السمسميه، انا يا جماعه انا ابن الاسماعيليه، انا هختم حياتي في الاسماعيليه، انا ماليش غير النادي الاسماعيلي هو ده اللي انا هختم فيه. طب كبر 3 شويات ما خلاص ما عادش لاقي حد بقى، ولا الاهلي هيمضي له ولا الاسماعيلي هيختم فيه، فقال لك خلاص بقى اروح الزمالك بقى، ومعلش يا جماعه استحملوني انا راجل زملكاوي جدا ووافي جدا وانا معاكم لحد ما اعتزل ان شاء الله. في ضحك كده. ويوم هو اللي يعمل فيكم كده، شيكا تيجي منك انت يا شيكا، انت وزيزو، انت وزيزو، يعني انتوا الاثنين تقفوا كده تسيبوا جماهير الزمالك في النص وتلعبوا كده طك طك طك. يعني مش عارف والله، بس بصراحه يعني كنت هكون شاكر جدا والله يا كابتن شيكا لو كنت عملت الاحتفال ده والله بعد الماتش، يعني كنت هكون شاكر ليك جدا. اللي هو ده هو ده. سلام عليكم.